بص يا سيدي، أنا عايزة أقول لك حاجة. في جملة بتقول: وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة. شفت إزاي إن ذنب كان سبب في تغيير حياة ناس؟ هتقولي إيه ده إزاي؟ بص يا سيدي، كل مرة تعمل ذنب خلي التوبة أعلى من المرة اللي قبليها. طب يعني إيه؟ يعني أول ما تعمل الذنب استغفر على طول. طب لو عملت الذنب ده مرة تانية هتستغفر برضو ربنا وتطلع صدقة. طب تالت مرة هتستغفر ربنا وطلع صدقة وصلي ركعتين لله. طب عملت الذنب ده برضو الرابع مرة ومفيش فايدة، هتستغفر برضو ربنا وطلع صدقة أكبر شوية وصلي ركعتين. خامس مرة بقى لو جيت عملت الذنب ده هتستغفر ربنا وتطلع صدقة أكبر بنية تطهير قلبك وصلي ركعتين وصوم يوم تطوع. مع الوقت هتلاقي نفسك بتتأدب وهتبطل تعمل الذنب إياه، والشيطان هيلاقي بقى ان انت مفيش رجا منك وان انت بتزيد قرب من ربنا اكتر واكتر وعمال بتزيد في حسنات اكتر. فده بيخليك ان انت تبطل الذنب ده او ترتكب معصية، وبيشجعك ان انت تبطل الحاجة دي او ان انت ترتكب ذنب من الذنوب دي. فاللهم طهر قلوبنا.